نتائجك ضعيفة في لاصال، عندك البناء العضلي قليل وما عرفتيش اشنو دير، شحال وانت كتريني ومازال ما لقيتيش النتيجة علاش كتقلب؟ كاع هادو تساؤلات غادي نجاوبوا عليهم اليوم. سو الا بغيتي تضاعف البناء العضلي ديالك اكثر من عشرات المرات كمل معايا الفيديو. في هذا الفيديو ان شاء الله غنتعرفوا على كيفاش تريني بذكاء، غنعطيك نصائح في التغذية اللي متأكد انها غادي تنفعك، وغنعطيك شي مسائل اللي خصك ترد لهم البال وانت كتريني، غيعطيوك نتائج واعرة. سو ليتس جيت ستارتد. فيرست باش نمشيو منظمين غندويو في الاول على التمارين في بارتي بوحدهم والتغذيه في بارتي اخرى. اول حاجه غندويو عليها بالنسبه للتمارين هي اهتمامك بالبروغريسيف اوفرلود، اللي كتعني انك تزيد الحمل التدريبي ديالك بشكل مستمر. وباش تزيد الحمل على العضله عندك بزاف ديال الطرق، اللي من بينها تزيد الاوزان باش كتريني بشكل تدريجي، اولا تزيد لي ريبيتيسيون ديالك، اولا تزيد لي سيري ديالك. وهذا الشيء راه شرحته بالتفصيل في فيديو قديم غنخليه لكم في الديسكريبشن ولا في الكومونتير الاول، ولكن نشرح لك دابا باختصار. بار اكزومبل انت كتريني السكوات ب 20 كيلوغرام، كدير 10 ديال لي ريبيتيسيون، كدير 3 ديال لي سيري. كيفاش غادي دير بروغريسيف اوفرلود في هذا التمرين؟ كل سيمانه غتزيد الاوزان، يعني كل سيمانه زيد 2 كيلو. باش ما تقدرش باقي تزيد الوزن حاول تزيد التكرارات، فاش توصل واحد 15 تكرار خليك فيها، وزيد السيريات ديك الساعه، دير من 3 السيريات تقريبا حتى ل 5. من وراها فاش غترجع دير 10 ديال لي ريبيتيسيون اللي كنتي كدير في الاول، 3 ديال لي سيري، كون متاكد غتقدر تزيد الوزن على فين خليتيه، وغتبقى تعاود في هذه العمليه وتطبقها في كاع التمارين ديالك. وهذا الشيء اللي شرحت راه ما يمكنش لك تحققه بلا ما تقيد الورك اوت ديالك. وهذه هي النصيحه الثانيه، حاول تقيد هذاك الشيء اللي كدير في لاصال تفاصيل، حيت راه ما يمكنش تطور مستواك الا انت ما عارفش اصلا هذاك المستوى اللي انت فيه. شي لوجيك ياك؟ من ورا كل تمرين غتكتب مثلا درت السكوات بالوزن كذا، تكرارات كذا، ولي سيري كذا، باش نيكست تايم حاول تزيد شي حاجه. ذاتس ات، وبلا ما تقول راه غتعقل على داكشي. النقطه الثالثه اللي غندويو عليها هي مساله البروغرام ديالك. شوف ما كاينش بروغرام احسن من الاخر، يقدر البروغرام اللي يناسبني انا يناسبكش انت. حاول تبحث وشوف المناسب ليك. من بين البروغرامات نعطيكم اللي كيعجبوني انا وكيبانوا لي مزيانين. كاين البروس ليد وهو المعروف، وكاين البوش بول ليج، وكاين الابر لور. كاينين بروغرامات اخرين بلا ما نذكرهم، يكفي انك تكتب سميه من هادو في جوجل ولا يوتيوب وغتلقى الشرح. ما بغيتش نطول بزاف في الفيديو. رابع نقطه غندويو عليها هي الفتره ديال الراحه بين لي سيري ديالك، كتختلف على حساب الهدف. مي حنا هدفنا نبنيو العضله، احسن فتره تسارحها كتقسم على حساب التمرين اللي خدام انت. بمعنى واش خدام تمرين مركب او لا تمرين عازل. كمثال واش خدام سكوات او لا ليج اكستنشن. التمرين المركب كنصحك تسارح من 2 دقائق حتى ل 3، والتمرين العازل دقيقه حتى ل 2 ماكسيموم. الناس اللي تيقول لك الا فتي دقيقه غتبرد العضله، ما عرفتش انت تجيبوا هذه المعلومه. راه العضله باش تبرد تحتاج 20 حتى ل 30 دقيقه، والدليل هو البامب، يعني ضخ الدم. باش كتسالي حصتك بحال كتبقى ديك العضله اللي خدمتي مبوفله. واش دقيقه هذيك استنتجها غير راس. حتى شي فيديو قادم ان شاء الله ونشرح لكم اشنو كيوقع في الفتره ديال الراحه. باش ما نطولش عليكم ندوزو للبارتي الثانيه اللي هي التغذيه. غالبا سمعتي انه العضلات كتصاوب في الكوزينه، هذه جمله حقيقيه. التمارين مهمين ولكن بلا تغذيه مزيانه ما غاديش تضاعف البناء عشرات المرات، غتبقى ديما بلاصتك. التغذيه والرياضه جوج عوامل يمشيو بالتوازي باش يعطوك نتيجه. اول حاجه نبداو بها في التغذيه هي لي كالوريز. خصهم ضروري يكونوا زايدين على معدل الحرق عندك، يعني الا كنتي كتحرق 2400 كالوري في النهار خصك تاكل من 2700 حتى 3000، يعني زيد من 300 كالوري حتى 600 يوميا. الا كنتي ما كتعرفش تحسب معدل الحرق عندك غتدخل اللين اللي حاط لك في الكومونتير الاول او الديسكريبشن، غتكتب العمر ديالك والطول والوزن والنشاط اليومي ديالك وغيعطيك الاحتياج ديالك. ثاني حاجه في مجال التغذيه واهم حاجه بالنسبه ليا هي البروتين، واحسن جرعه تاخذ في النهار هي 1.6 حتى 2 غرام لكل كيلو في جسمك، يعني بعمليه حسابيه هي وزن جسمك في 1.6 مينيموم، او لا وزن جسمك في 2 غرام ماكسيموم. حاول توفرها من ماكلتك، راه ما صعيباش هاد الدراري. الا باستطاعتك خذ واي بروتين عاون به ماكلتك. اخر نقطه معنا في الفيديو هي النعاس. حاول تنعس من 7 حتى 9 السوايع، ولكن تكون في الليل ماشي في النهار. ماكسيموم 11 ديال الليل تلقاك شديتي بلاصه. حيد التليفون قبل بنص ساعه ونعس، ما تفكر في حتى حاجه. هادشي كيساهم بشكل كبير في البناء والنمو. داكشي علاش الدراري الصغار كيضلوا ناعسين ويباتوا ناعسين، والنعاس راه كيزيد التيستو بزاف. الا استفدتي وصلتي هنا دعمني بشي لايك وكومونتير ودير شي فولو، ولا عندك شي سؤال خليه في كومونتير وغنحاول نجاوب ان شاء الله.